جوزي دكتور مشهور وعايشين على أعلى مستوى الحمد لله. وعندنا 3 أطفال، ولدين وبنت. أكبرهم عنده 5 سنين، الصغيرة لسه عندها سنة واحدة. وعلشان كده كنت عايزة حد يساعدني في شغل البيت شوية، لأني مش قادرة على كل ده لوحدي. وكمان احنا ميسورين الحال، ونقدر الحمد لله نجيب بدل الشغالة 2 و3. طب ايه المانع؟ بس المشكلة ان فعلا الشغالات اللي بيبقوا مش كويسين. الشغالة كويسة بقت عملة نادرة اليومين دول، اللي تيجي مثلا يوم وتغيب 10. ومنهم اللي ما عندهاش ضمير سواء في الشغل، وممكن تاخد اجازات كتير، او تاخد اي حاجة، تسرق اي حاجة وهي ماشية، وحاجات تانية كتير زي دي. وغير كمان شغالات كتير قوي جم، وانا مشيتهم لحد ما جت الشغالة اللي اسمها ام محمد. فعلا ام محمد ست شغلها كويس جدا وامينة، وكمان دمها خفيف، بتحب تضحك وتهزر. ومعظم ده كلامها بيبقى على جوزها، بتحكي مواقف تفطس من الضحك على جوزها. في مرة بتحكي انه كان في الشغل وهو بيشتغل نقاش، كان داخل عليها البيت وهو كله أبيض في أبيض. وعلشان هو يومها كان شغال في بيت جنبهم، فجه يتشطف ويغير هدومه ويرجع تاني. بس لما دخل عليهم البيت بالمنظر بتاعه، هي ماتت من الضحك وقعدت تضحك عليه. وخصوصا ان لقت العيال في الشارع بيزفوه، وكانوا بيقولوا عليه انه الراجل الابيض. فلما دخل عليهم وهو متعصب، هي ضحكت عليه وقالت له ما تزعلش، العيال عندها حق، ما انت كده فعلا الراجل الابيض. لانه ساعتها كان وهو بيشتغل كان معلق جردل البوية على السلم، وجه ينزل فاتكعبل والسلم والجردل وقع فوقه. وبقت تحكي حكايات كتير زي كده. وكمان كانت بتحكي عن خصوصياتهم، مواقف وهي مع جوزها وكده. بس كانت بتقول ان الشهادة لله يا ست هانم، وهو في الموضوع ده فظيع. عنده حاجات زي بتاع الحمار وكده، ما بيهداش برغم انه بيجي مهدود من الشغل، بس ما بيعديش، وكل يوم لازم يعمل، وهي ما بتستحملوش. بصراحة وهي بتحكي عن الحاجات دي بحس بحاجات مش طبيعية. بقول معقولة ايه ده؟ هو يمكن بقى عشان جوزي مشغول عني ليل ونهار، وما بنعملش الحاجات دي غير كل فين وفين. هو صحيح احنا مخلفين 3، اللي يسمع كده يقول ده احنا منبطلش، بس الحقيقة غير كده خالص. ده يمكن هما الكام مرة دول وشوية وخلاص على كده، لأن شغله اخد كل وقته. وانا برضو ست زي اي ست، وكمان انا بحب الموضوع ده قوي، بحبه كتير، مخبيش عليكم. في اوقات كتير لما يكون جوزي مش موجود كالعادة، سواء في المستشفى او في العيادة، كنت بحاول اريح نفسي باي طريقة. طب هعمل ايه؟ المضطر بيركب الصعب. فكنت بحب قوي ان محمد تفضل تحكي في الحكايات دي عن جوزها، وهو ايه اللي بيعمله معاها وكده. وكتير كنت بتخيل نفسي مكانها، ومن جوايا بحسدها على النعمة اللي هي فيها. وفي يوم كنا هنعمل حفلة، حفلة عيد ميلاد لبنتي الصغيرة. فقلت لأم محمد هاتي حد معاكي علشان يساعدك، انتي مش هتقدري على الشغل كل ده لوحدك. ساعتها قالت خلاص هجيب جوزي معايا، وهو اليومين دول برضو ما عندوش شغل، والدنيا بصراحة ناشفة على الآخر. بصراحة هي لما قالت كده أنا اتبسطت من جوايا، لأني كنت عايزة أشوف الوحش الكاسر اللي بتتكلم عليه دايما ده شكله إيه. ويومها من الصبح جت أم محمد ومعاها جوزها علشان يجهزوا للحفلة. ولاحظت حاجة غريبة قوي، الراجل فعلا ما بيهداش، رايح جاي يحضن في مراته في المطبخ ويبص ما يلاقينيش، فيروح ماسكها ومش عارفة فين يخبطها فين، وهي تقول له يا راجل عيب عليك، ده احنا في بيوت الناس، انت عايز تفضحنا؟ طب لو حد شافنا هيبقى ايه شكلنا دلوقتي؟ وهو يقول لها ما تخافيش، انا واخد بالي قوي. وبصراحة انا كنت مراقبة كل اللي بيحصل، فكنت حريصة جدا ان محدش فيهم ياخد باله من اي حاجة. كنت عايزة اشوفه هو بيعمل ايه بالظبط، وكنت مستغربة قوي، والرغبة دي كانت جوايا. انا عمري ما كنت كده. بس حكاياتها والحاجات اللي كانت بتحكيها عن جوزها حاجة مش طبيعية. وانا زي ما انتوا عارفين جوزي سايبني، وكل فين وفين على ما نتلاقى. فكنت حاسة ان فعلا مشتاقة لحاجة زي دي، مش عارفة ليه، بس هو ده اللي كنت حاسة بيه. بس ده هيحصل ازاي طول ما هم عارفين ان في حد معاهم موجود في الشقة؟ عمرهم ما هيعملوا اكتر من كده.
وكنت متأكدة إن لو أنا خرجت بس نص ساعة الراجل مش على بعضه، أكيد ده مش هيسكت. فجاتلي كده فكرة شيطانية إني أدخل المطبخ وأعمل أي حاجة واحط بقى تليفوني في مكان محدش يجي على بال حد يعني، وافتح الكاميرا واصور كل اللي هيحصل. بس اعمل كده ازاي؟ تنيت نفكر لحد ما لقيت المكان المناسب، ودخلت فعلا المطبخ وعملت نفسي عمالة ادور على حاجة، وفعلا حطيت التليفون والكاميرا كانت مفتوحة بحيث انه يصور لي كل حاجة. وقلت لأم محمد انا هنزل اشتري شوية حاجات وهرجع على طول. جوزها قال لي انتي هتتأخري يا مدام؟ قلت له يعني ممكن ساعة أو ساعة ونص كده. قال لي خلاص تيجي بالسلامة. بس بعد اللي قاله ده واللي قاله ده في حد ذاته أكد لي على نيته وإنه أكيد هيعمل حاجة. فنزلت واشتريت شوية حاجات، وكنت قصدي إن أنا أفضل برا أكتر من ساعة، ورجعت المطبخ على أساس إني يعني بحط الحاجة اللي أنا اشتريتها في الإدراج وكده. وأخدت التليفون وجريت بيه على الأوضة بتاعتي، وقفلت الباب بالمفتاح وفتحت التليفون أشوف الصور، ويا لهوي على اللي شفته. مجرد ما خرجت، مش مجرد يعني أنا ما مشيت من الشقة، لقيت الراجل ده مش طبيعي. راح على أم محمد زي الوحش، كان زي الأسد، عنده قوة مش طبيعية، والست اللي معاه غلبانة. ايه اللي بيحصل ده؟ هو في كده؟ وكانت كل حاجة في المطبخ، وبصراحة وانا بتفرج كنت هولع من اللي بشوفه. وفعلا وقتها اتمنيت ان انا اكون مكانها، ونفسي حد يعمل معايا بالقوة دي. ولقيت نفسي سخنت على الاخر، وما لقيتش قدامي حاجة غير اني اريح نفسي. ما هو اللي شفته ده مش طبيعي ابدا، ده يخلي اي حد يطلع من هدومه. وبعد ما خلصت اللي كنت بعمله طلعت وخرجت، وما كنتش قادرة احوش عيني من على الراجل ده. وطول الحفلة وأنا كنت ببص عليه، ولاحظت فعلا إنه مش طبيعي، حتى في الوضع العادي مش طبيعي. وببص لأم محمد بحسد. أنا فعلا كنت بحسدها على اللي هي فيه، وازداد حسدي ليها بعد كده بعد ما شفت بعيني. المهم عادت الحفلة على خير وكل حاجة مشيت تمام. وتاني يوم بتكلم مع أم محمد وقلت لها تعرفي إن أنا بحسدك على جوزك؟ قالت لي بتحسديني على إيه يا مدام؟ هو صحيح يعني اللي بحكيهولك ممكن لو أي واحدة محرومة من الحاجات دي يبقى نفسها لحاجة زي كده، بس الدنيا مش كلها في الموضوع ده. هو مفيش في دماغه غير الحكاية دي بس، لكن اللي عايز حاجة بياخدها كلها على بعضها. يعني في ناس ربنا مديها فلوس كتير وممكن تكون محرومة من حاجات تانية، وناس عندها صحة، وناس عندها راحة بال، وناس محرومة من الخلفة وعندها حاجات تانية. وزي ما حضرتك شايفة جوزي، هو بيشتغل يوم وبيقعد 10، والرزق شحيح قوي. احنا احيانا بيفوت علينا ايام مش لاقيين حتى ناكل العيش الحاف، ولا لاقيين ناكل عيالنا، ودماغه تعبانة. وبعدين هو زي الحمار، في أي وقت وفي أي مكان مبيفرقش معاه تعبانة ولا مش تعبانة، ولا فارق معاه، المهم هو يتبسط وبس. صدقيني يا مدام أنا أحيانا بيبقى معايا ومش طايقاه، وحاسة إن هو زي الطور، لا فارق معاه أحاسيس ولا مشاعر، أو أنا مبسوطة ولا لأ. بيبقى ساعات نفسي أسمع كلمة حلوة وأحس إنه إنسان معاي، لكن ده ما بيحصلش أبدا أبدا. وزي ما انتي شايفاني أديني متمرمطة في الخدمة في بيوت الناس. بصراحة من بعد الكلام اللي هي حكتهولي أم محمد خلتني أشوف الموضوع بنظرة تانية خالص. صحيح إن الدنيا مش كده بس، وإن أبقى سبت كل النعم اللي أنا فيها دي وجوزي هو السبب فيها، ومسكت بس إنه مشغول عني شوية، مع إنه يعني بيعمل كل ده علشاني أنا وولادي، علشان نعيش في أعلى مستوى ونكون مرتاحين ماديا. وبصراحة جوزي عمره ما بخل علينا بأي حاجة، ومعيشني أحسن عيشة. وبعدها حسيت إن أنا بحتقر نفسي قوي، مش اللي عملته بالشعور ده اللي أنا كنت بتمناه مع واحد زي ده. ونسيت إن أنا متجوزة راجل عظيم ومعيشني في نعمة ما كنتش أحلم بيها، وبيضحي بكل وقته وصحته علشان خاطري أنا وعياله. بعدها على طول دخلت ومسحت الفيديو، وندمت فعلا على اللي أنا عملته. وقررت من بعدها إن أنا أعيش علشان جوزي وبس، وإن أنا أتقي ربنا في جوزي، وحاسة إن أنا عملته ده غلط. وبدأت إن أنا أقرب من ربنا كتير، بحاول أحس إن ربنا يسامحني على الذنب اللي أنا كنت بعمله ده. ويا ريت تقولولي وتنصحوني أعمل إيه علشان ربنا يسامحني عن اللي أنا كنت بعمله ده واللي كان دايما في بالي. ومستنية كل آرائكم وتعليقاتكم في التعليقات، ويا ريت تكتبولي بدون تجريح، لأن كلنا بني آدمين وأحيانا بنغلط، والشيطان شاطر وممكن يتغلب علينا.